إحنا ما عندناش جلاليب، أنا مش عارف ليه ما بتلبس. يعني الخلايجة تلاقيهم لابسين لبسهم ومعتزين بيه، الأردنيين الباقي، لكن إحنا ليه ما عندناش لبس تقليدي بتاعنا؟ ليه ما عندناش الزي بتاعنا؟ ليه ما نلبسش الجلابية الصعيدية المحترمة الغالية والعمامة ليه ما نبقاش كده؟ ليه ضيعنا الثقافة بتاعتنا؟ ليه بنهين ان الناس اللي بيجوا يزورونا عشان ناكل من وراهم لقمة عيش؟ انا مش فاهم ده. الموضوع يحزن. سواء تروح المتحف المصري او المتحف الجديد او الاهرامات، اعوذ بالله من غضب الله. اليوم اللي بتروح فيه الاهرامات بتبقى عايز تشتم في اي حد موجود نتيجه اللي بيعملوه معاك، شتايم وقله ادب واهانه للحيوانات ونصب. ويقول لك طب هطلعك. انا في مره رحت من المرات وكان معايا واحد صاحبي امريكي الاهرامات، والراجل اللي فضل ماشي ورانا ويزن لغايه، وفي الاخر قال لصاحبي طب بص انا هقعدك بس عشان انا حبيتك على الجمل اصورك بس. واول ما صاحبي الامريكي قعد على الجمل، الراجل راح ضرب الجمل راح واقف قال له مش هنزلك غير ما اخد منك فلوس. ليه يا ابني؟ ليه في ناس اصلا حوالين الاهرامات معاهم حصنه وجمال ما يروحوا في اي حته؟ ليه الناس اللي في خان الخليلي والحاجات الاسلاميه اللي بيجي لها طلاب مسلمين من كل بلاد العالم، ليه ما بيحترموش الناس؟ ليه اصلا في عربيات بتخش المناطق دي؟ ليه اصلا كده؟ هنا في السوق في المغرب، وفي حته اسمها الرياض في المغرب هنا في مراكش ممنوع دخول السيارات احتراما للمكان، وان ده مكان اثري، وان الناس عايزين يبصوا على جمال العماره اللي موجوده هنا اللي تشبه بشكل كبير العماره الاندلسيه اللي احنا فقدناها. يعني المغرب هي اخر صورة شبه مكتملة لتاريخ الأندلس اللي اتسرق مننا. فده الحاجة الوحيدة اللي فاضلة. احترام الملك، صلاة الجمعة هنا عظيمة، الراجل واقف الإمام واقف بيقول خطبة بشكل جميل منظمة، مع إننا في مصر عندنا خطباء عظام، وفي الآخر يدعي الأمير المؤمنين الملك محمد الخامس. الراجل بصراحة، وأنا واحد ما بنافقش، لكن الراجل عامل احترام وقيمة للأجانب الموجودين وللبلد وبقوانينها، وحب الناس ليه هنا غير طبيعي. الناس هنا بتحب الملك محمد السادس بشكل غير طبيعي، حاسين ان هو واحد منهم، وان هو بيحب البلد، وان هو خايف على البلد وعايز يخلي البلد احسن. ورب يعني أنا مش بنافق، لكن ربنا يعني يساعده في اللي هو بيعمله. لان انا شفت ده وشفت بلاد كتير ما فيهاش كده، لكن المغرب وضع مختلف تماما.